شهدت مصر خلال الأيام الماضية موجة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الإعلان عن بيع مطعم صبحي كابر، أحد أشهر المطاعم الشعبية في البلاد، بعد تعرض صاحبه لأزمة مالية وفقا لتصريحاته، إلا أن هناك من يرى أنها دعاية مجانية في 6 أكتوبر. وبالرغم من بيع المطعم برقم خرافي وفقا للمشتري الجديد، إلا أن هناك بعض من الأشخاص تعاطف بشكل كبير مع مالك المطعم صبحي كابر بسبب ما وصفوه بخسارة شقة عمره. بدأت الواقعة بعد بيع المطعم بقيمة 320 مليون جنيه، وهو ما اعتبره البعض صفقة ضخمة، فيما أثارت تصريحات صبحي كابر الجدل عندما تحدث عن البداية من الصفر. بالرغم من امتلاكه لفرع في السعودية ومزرعة مواشي بملايين الجنيهات، الانتقادات تصاعدت بعد إعلان صبحي كابر أنه باع فقط الأرض والحيطان بينما سيظل الاسم التجاري باسمه، وهو ما يتناقض مع ما أعلنه المشتري الجديد، مما جعل البعض يرى أن هذه الخطوة كانت مدروسة لإثارة الضجة المطلوبة وجذب الانتباه.